السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين ورق العنب اللي معانا ده؟ ورق عنب نباتي كده، زبدة بيلمع كده وحلو جدا. كلنا انشغلنا طبعا في رمضان والعيد، يا رب ينعاد عليكم الأيام بالخير. ونسينا خالص نجيب ورق العنب نخزنه. يلا بقى بينا الجدعاني كده بسرعة، بكرة بعده بالكتير انزلي وهاتيلك 2 كيلو 3 كيلو، الكمية اللي انتي محتاجاها. هنخزنها بطريقة سهلة وبسيطة. خليكي معايا في الفيديو وهنشوف الطريقه بتاعتنا. انا نضفت الورق العنب بتاعي، بس سبت شويه بس عشان خاطر ايه عرايسنا البنات يشوفوا الطريقه من اولها، الطريقه كامله. بننضفه، بنشيل العنقود بتاعه بايدينا يا اما بالمقص، ونفرد الورقه بتاعتنا الناعمه دي. بصي ناعمه وطريه كده وحلوه، وريحتها ورق عنب ميزز كده، ريحتها حلو. ونفرده بايدينا. اي بقى ورقه تقابلك شكلها غريب مخرمه بايظه، اركنيها على جنب عشان هنرميها. انا عايزه اقولك كمان ان التوت نزل الفتره دي خلاص في السوق، فما دام التوت نزل اعرفي ان الورق العنب هيمشي خلاص، وان كمان هيبقى مغشوش. هتلاقي فيه كتير ناس بتبيع ورق توت على انه ورق عنب. طب انا اعرف ازاي ان ده ورق عنب ولا ورق توت؟ هتعرفي من الورقه تكون ناعمه كده معاكي وبتلمع، وتشمي ريحتها كده تلاقيها ريحتها ريحه مزازه، ريحه عنب. لو ما عرفتيش هتقطعي العنقود بتاعها وتحطيه على لسانك، هتلاقي لسانك هتلاقي فيه مزازه كده في بقك، يبقى ده ورق عنب حلو كده واصلي وتمام. خلاص. ونجيبه كمان من حد مضمون احنا واثقين فيه. انا نضفت الورق العنب بتاعي وطلعت العناقيد بتاعته دي، مش هرميها، العناقيد مش هرميها خالص، هنستخدمها في اخر الفيديو، هقولك هنعمل بيها ايه. لكن الورق البايظ انا نقطته كده ورميته خلاص. تمام. يلا بقى بينا نخزنه. في كذا طريقة كتير لتخزين الورق العنب، في برطمان، في ازازة كده. لكن انا طريقتي اللي انا بعتمدها على طول وعلى طول بعملها بيطلع معايا حلو جدا، هي يا اما بخزنه بالاستريتش رول، يا اما في ورق ابيض، ورق زبدة، ورق كتب، اي ورق، ورق رسم، اي ورق متاح عندك. الطريقتين دول يعني بالورق الزبدة، يا اما بالاستريتش، حاجة واحدة يعني، هي طريقة واحدة بس بيختلف بس في المادة الخام اللي انا بحفظ فيه الورق العنب. فاهمني؟ خلاص. انا هبدأ الاول بالاستريتش هوريك، عشان لو عندك استريتش متاح هنعمل بطريقة الاستريتش، ما عندكيش هنعمل بالورق. هفرد الاستريتش كده على الرخامة، بس بالراحه كده عشان ما يتلمش معاكي. انا عارفه ان الاسترتش رخم في الفرد بتاعه، انا من الناس اللي مش بحب استخدمه خالص في المطبخ. نقطعه كده بالسكينه بالراحه، ناخد قطعه كده مربعه او مستطيله كده، فردناه. اخد بقى الاول العنب بتاعي، بصوا لونه اخضر كده حلو بيلمع وحلو جدا، ونحطه كده نرصه فوق بعض في النص كده بتاع ايه، نص الاسترتش كده نحطه ونرصه. خلاص نرصه كده. هجيب بقى ايه، احط حبه حلوين يعني، ولا قليل ولا كتير عشان نعرف نلفه. هاتني الجوانب بتاعه الاسترتش كده اقفلها على بعضيها، وابدا من فوق الفه زي الرول. وانتي بتلفي اضغطي بايديكي علشان اي هوا فيه يطلع منه، ما نسيبش فيه فراغات من جوه عشان ما يغيرش لونه وينشف كمان معانا. خلاص. بصوا ما شاء الله ما بياخدش معاكي مساحه، ما بياخدش وقت، ما بياخدش اي حاجه. نفرد تاني قطعه استرتش على الرخامه. انا بحاول اقرب لكم الصورة عشان تبقى واضحة. ما تنسيش لو انت اول مرة تشوفيني تخش على القناة بتاعتي تشوفي فيديوهاتي وتعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. خلاص بقطعها بقى بالسكينة بالمقص واحدة واحدة كده. بصوا عمالة تتلم معايا برضك، انا بحاول اعملها بالراحة وهي بتتلم. باين النوع بتاع الاسترتش ده مش حلو، نوع رقيق قوي. خلاص. بصوا لقيت برضك في ورقة بايظة شلتها رميتها. نحط بقى ايه الورق العنب كده برضك في النص، نقفل من الجناب بتاعه الاسترتش، نقفل عليها نضغط كده من الجناب. انا عايزه اقولك الاسترتش ده حلو جدا بصراحه في ورق العنب، بيخلوه ولا يغير لا طعمه ولا لون ولا ريحه ولا اي حاجه. بتفكيه وتنزليه في ميه سخنه بيطلع معاكي بيغلي، يعني الميه بتغلي كده بتسلقيه سلقه كأنك بتسلقي ورق عنب العادي، بيطلع ورق عنب صابح وحلو جدا. ومبياخدش كمان معاكي في مكان في الفريزر، يعني ما بتحتاجيش مكان او درج مخصص ليه لوحده. بترميه كده يعني، بصوا مرفوفه زي الصباع كده، ترميها في اي حته. خلاص خلصنا.
الاستريتش ما عندناش، هنخش بقى في طريقة الورقة. ورقة زبدة، ورقة ملزمة زي اللي انا جايباها كده، اي حاجة. ما تقلقيش، الطباعة اللي في الورقة دي، الكتابة دي مش هتأثر على ورق العنب بتاعنا، لان احنا كده كده لما بنطلعه من الورقة واحنا بنسلقه بننزله في مية سخنة سخنة قوي مغلية، فاي حاجة تلوث فيه او اي حاجة انت قلقانة منها هتنزل في المية السخنة، بس هو مش هيتأثر خالص بالورق اللي فيه الكتابة. بصوا، لقيت دودة اللي هي الحلزونة دي، لقيتها في ورق العنب، فكنت بوريها لكم، كانوا ولادي فرحانين بيها قوي. ورصينا بقى الورق عنب على بعض كده، بنرصه كده رص حلو يعني الى حد ما. هاجي اتني الورقه من الجناب بس، وانتي بتتنيها ما تشديهاش قوي، يعني خليها مهويه شويه علشان الحروف بتاعه الورق العنب ما يتنيش معاكي ويتكسر. نقفله كده زي الظرف خلاص، وهنلزقه بقى بلزق سلوتيب، لزق شوكرتون زي بتاعي ده الاسود بتاع الكهرباء، اي حاجه متاحه عندك. انا بجد يعني انا ما لقيتش الا باكت اللزق، مش عارفه راحت فين، فاستخدمت لزق الكهرباء. قلت يعني ايه، نتصرف بدل ما الواحد ما يتعطل يعني. ممكن، طب انتوا ممكن تقولي لي، طب ما احنا ممكن نجيب الورق العنب زي ما هو كده، نحطه في كيس، نحطه في الفريزر، مش بيبقى حلو يعني، بيتكسر بسرعة ولونه بيتغير، لكن الورقة دي بتحافظ على لونه وبتخليه معاكي، هو محفوظ جوه الورقة، اي حاجة هيتخبط فيها في الدرج هو مش هيتأثر، لان الورقة مدياله، يعني مدياله مساحة من بره، وليها الورقة عالية وليها جوانب وكده، فأي حاجة تتخبط فيه، كيس صلصة، كيس أي حاجة معاه في الفريزر، هنخبط ايدينا فيه، الورقة اللي جوه ورق العنب مش هيتكسر معاكي، فاهماني؟ يعني الورقة البيضة دي اللي من بره بتحافظ لي على الورق اللي جوه، مش بيتكسر خالص ولونه مش بيتغير. يا رب اكون قدرت اوصل لكم بس انا عايزه اقول ايه. خلاص، هنتني بقى بردك الجوانب كده ونلزقها. هو يفضل انت لو عندك استريتش نعمل بالاستريتش عشان نوفر كمان مساحة في الفريزر، ويبقى على طول يعني صغير كده، ما يبقاش يتكسر معانا، ما يبقاش فيه فرصة خالص ان هو يتكسر معانا في الفريزر. لو مش متاح استريتش هنجيب ورق ونلف بيه كده، لكن ما نحطوش على طول في الكيس البلاستيك او في الشنطة ونحطه في الفريزر من غير ورق، هتلاقيه هو هش بيتكسر معاكي ومفتفت. خلاص خلصنا، خلصنا بقى. بصوا، دي كانت كمية 2 كيلو، عملوا الحبة دول يعني، بصوا بيتلف، ما بياخدش مساحة، بيتلف على طول. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هحفظه ازاي؟ هجيب شنطة احط فيها الرولات بتاعتي دي، اما مش لازم شنطة، ممكن ارميهم كده في درجة الفريزر في اي حاجة، مش هياخدوا مساحة، ومش هبقى خايفة عليهم ان هم يتكسروا. اللي في الورق ده بقى هحطه في كيس تلاجة او في شنطة برضك، وهحطه كده في درج تلاجة، بس بياخد معايا مساحة اكبر شوية من اللي في الاستريتش. تمام. طب احنا هنعمله ازاي لما يطلع من الفريزر؟ اول ما تطلعيه من الفريزر هتفك الورقة كده بالراحة باللزقة بتاعتها، وتطلعيه تنزليه في مية بتغلي على النار، اكننا بنسلق ورق عنب عادي جدا. واللي في الاسترتش برضك نفس الطريقة، هنفك الاسترتش بالراحة كده من عليه، وننزله في مية سخنة بتغلي على النار، ويبقى عندك احلى ورق عنب. ولا بقى تقولي طريقة البرطمان، ولا ازازة، ولا محلول ملح، ولا الحاجات دي كلها حاجات يعني بتغير طعم ولون الورق العنب بتاعنا. خلاص خلصنا. جينا بقى للعروق بتاعتنا اللي احنا اساسا بنستخدمها، يعني احنا لما بنيجي نعمل محشي بنستخدمها في ارضية الحلة. طب انا لما اجي اعمل محشي وانا مخزنه ورق العنب هعمل ايه؟ لا، انا هنخزن بقى العروق كمان، هنحفظها في كيس بلاستيك، او قسميها كده في اكياس زي ما انت ما عايزه. انا حطيتهم كلهم في كيس واحد، وابقى افتح الكيس اخد منه شويه انزله في ميه سخنه مع الورق العنب، ويبقى عشان استخدمه واحطه في الارضيه. تمام. يبقى خزنيه كده في شنطة او في كيس، ولما تيجي تاخدي كيس ورق عنب خدي حبة عروق كمان، عشان نعرف نحطهم في الارضية بتاعت الورق العنب بتاعنا. طبعا العروق بنديها غلوة كده في المية السخنة برضك، عشان تبقى تنزل لو فيها اي حاجة تنزل فيها. الورق العنب ما بيتغسلش قبل ما بيتسلق، ماشي، عشان مش يبوظ منك ولا اي حاجة، بنجيبه زي ما هو كده ننضفه ونلفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس زي ما قلتلك، وجربي الطريقة دي وان شاء الله تطلع معاكي حلوة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.